فما فيش نادي يقارن بالاهلي. انت فكرتني وانت بتتكلم دلوقتي عن الوحده وان هم ايد واحده اداره الاهلي بالمشهد الثاني في اداره الزمالك، وده انا شايف الصراحه من اسباب ان نادي الزمالك مش نادي مستقر على طول، ان افراد الزمالك اخر حاجه بتبقى عندهم اسم الزمالك والنادي بتاع الزمالك، وان هو كل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه. يعني قبل كده مثلا كان نائب النادي كان بره القايمه اللي كانت نازله فنجح، فالنائب ده ما كانش بيدخل النادي. ده واحده تانية، وحصل تاتش بينه وبين رئيس النادي وما بين رئيس النادي. حاجه تانية من القايمه اللي موجوده دلوقتي، المجلس اللي موجود دلوقتي، هم يبانوا من بره ان هم كلهم كويسين مع بعض وكده. النادي مع يعني الاهلي انا بشوف فيه مثلا، يعني مثلا الباشمهندس ياسين منصور ده نائب رئيس النادي، مش هيروح يتعاقد مع قناه خاصه ويشتغل في برنامج ويطلع اخبار المجلس كل يوم. الزمالك الحاجه ديت مش عنده. الزمالك مثلا بيبقى مثلا احنا قاعدين مجلس مع بعض، ده فعلا حصل، وناس زملكاويه بتتكلم في المشاكل ديت ونفسها ان المشاكل ديت تنتهي من الزمالك. بمعنى اشرف بن شرقي كان في كلام قوي جدا ان هو كان جاي الزمالك تمام قبل ما الاهلي يتعاقد معاه، وهو جاي واحد كلمه محسوب على اداره الزمالك وقال له دلوقتي ما تخلي اخوك يستنى يومين عشان ايه يطلب عقد اكتر. فاخو اشرف بن شرقي زعل من الحركه وخدوا قرار ان هم مش هيجي، ان اشرف بن شرقي مش هيتعاقد مع الزمالك تاني. مثلا لعيب تاني الزمالك عايزه، يقوم واحد من مجلس الاداره مش حابب عضو تاني، فيقوم مسرب للاعلام ان مثلا اللعيب ده الزمالك بيفكر فيه فبيراميدز يتعاقد معاه. فيجي في الاخر للاسف بتتولد حته ان النادي ذات نفسه بيتاثر، وفي جمهور عاشق للزمالك بيزعل جدا على الاوضاع ديت وبيتكلموا احنا ليه ما نبقاش زي الاهلي. لكن للاسف الموضوع ده باين ان هو واضح ان هو حته التخبط شويه مكمله مع الزمالك فتره كبيره، وللاسف كتير من جمهور الزمالك بيدفع ثمن الموضوع ده. ده حقيقه، بس هو يعني الفكره، يعني اتمنى ان اصحابنا واخواتنا الزملكاويه ما يزعلوش، بس انا بتكلم والله باللي شفته بالخبره. كل من في الاهلي او كل من ينتمي للاهلي هو بيفكر لمصلحه الاهلي. ده حقيقي تمام. ايا كان مركزه، مصلحه الكيان عندهم رقم واحد، ايا كان هو مين، رئيس نادي، نائب رئيس، عضو فوق السن، عضو تحت السن، رياضي، مدير فني، كله بيفكر لمصلحه النادي الاهلي. مظبوط. ده مزروع جواهم. تمام. وللاسف الناحيه الثانيه في المقابل هم بيفكروا في مصالح شخصيه، وده حقهم، ما اقدرش انكر، لكن ما يبقاش حاجه كل اللي بفكر فيه هو مصلحه شخصيه بتتضارب مع المصلحه العامه، او اللقطه او المشهد او اللقطه. انا اخد لقطه او اخد مشهد. ليه بقى؟ مزبوط. انا هقول لك ليه. كل اللي في الجهه الثانيه هو مش ضامن بكره فيه ايه. طبعا كله بامر الله، بس انا النهارده عضو مجلس اداره، انا ممكن الشهر الجاي ما ابقاش عضو مجلس اداره في نادي الزمالك. ليه؟ ما تعرفش. صح مظبوط. اتحل ما اتحلش ما تعرفش، قضايا مع بعض. ده حقيقي، الله أعلم. ده حقيقي. لذلك الكل بيفكر في نفسه. لذلك انا قلت لك من شويه هو حقه، بس انا عارف هو حقه ليه. لكن في الاهلي لا، انت كلنا بنفكر ازاي نخدم الاهلي. طب انا هقول لك حاجه برضو، يعني من وجهه نظري انا شايف ان الاهلي هو اللي عامل لنفسه، انا مش مقتنع بكلمه مبادئ، بس انا مقتنع اكتر بكلمه نظام. الاهلي عمل لنفسه نظام، عمل خطوات بسيطه ادت لنتائج عظيمه. بمعنى دلوقتي مثلا مجلس الاداره بتاع الاهلي مجتمع في اي زمن من الازمنه، احنا 12 واحد قاعدين مع بعض في اوضه محدش شايفنا غير ربنا، هنختلف مع بعض، يعني احنا مش ملايكه ناس، هنتكلم وممكن نحتد ونختلف جامد مع بعض، بنطلع بره والصحافه مستنيانا والكاميرات، بنسلم على بعض وبنحضن بعض وبنصدر صوره ان احنا اسره جميله مع بعضنا وان احنا ما فيش مشاكل خالص. بيجي مثلا الاعلام، الاهلي اكتر نادي الاعلام بيحب يجيب اخبار لان عنده اكبر جمهور. مثلا الشناوي اتخانق مع كهربا او كهربا غلط في حق كابتن الفريق محمد الشناوي، ده مثلا موضوع زي ده كل مثلا 10 قنوات مستنيه ان هي تتكلم فيه، وهتبقى حلقه دسمه وحلقه لذيذه. الاهلي بيقوم بكل بساطه، يقوم اعلن ساعتها ان مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ اعلن توقيع غرامه 1,000,000 جنيه على كهربا للي عمله ضد الكابتن الفريق محمد الشناوي.
انت نزلت الخبر من عندك، محدش هيتكهن، محدش هيعمل، فمحدش يتكلم خالص بالزبط. في الاعلام، وانت قفلت الموضوع من قبل ما يبدا. الزمالك الموضوع فيه مختلف. الزمالك مثلا عضو مجلس اداره ليه كومنتات على مجلس اداره الزمالك، بيلف على ال10 قنوات بالليل، بيعمل معاهم مداخلات وبيعمل معاهم انترفيوهات وبيجيب كل اسرار النادي. الكلام ده مع الاهلي من المستحيلات، من الموبقات، ممنوع تماما. كابتن سيد عبد الحفيظ لما ساب الاهلي اتعاقد مع قناه كان بياخد اعلى عقد يعتبر في جميع الدول العربيه، لان كابتن سيد عبد الحفيظ من كهنه المعبد وكان جوه المطبخ وعنده كنز معلومات. ولا كلمه تجاوز حق مجلس اداره الاهلي. ممكن واحد تاني كان يقول لك ده ما قدرونيش، ولا كلمه ضد الاهلي، ولا جاب اسرار الفريق. كان بيتكلم بقى في حاجات عامه، يقول مثلا موسيماني كان راجل قوي في الماتشات التقيله، مش عارف مين كولر كان ميزته ان هو كان هادي، الحاجات اللي كلنا بنتكلم فيها. بيتكلم كوره، هو كان بيتكلم كوره في الاخر عشان سيد عبد الحفيظ راجل محترم سبحان الله، رجع تاني من الباب الكبير اللي هو يستاهل يدخل منه في الاهلي، وبقى في مجلس الاداره وفي تايتل الاقوى كمان من مدير الكوره. هو هيبقى العضو المنتدب من مجلس الاداره مختص بفريق الكوره الاول. هو التايتل بتاعه القائم باعمال المشرف العام على الكوره، تايتل رهيب وتقيل، وهو يستحقه بصراحه. كابتن سيد خلص توفيق دعواتنا وبالتوفيق لكابتن سيد يعني. فدي مشكله لا انا ولا انت ولا هنحلها النهارده ولا هنحلها بكره ولا هنحلها. انت شايف ان مشكله الزمالك مشكله مستعصيه من زمان ونكملها، بس احنا عايزين نفرق بس يا محمد. الزمالك كتيم والزمالك كاداره. اداره الزمالك بتاثر على التيم. انا عندي مشاكل مع التيم، ده مظبوط. انا عندي مشاكل مع التيم، وده بنقعد نتكلم فيها انا وانت واحنا قاعدين على القهوه. لا ده فلان ده وحش، لا ده فلان ده كويس. كلام سليم. انما مشكله اداره ما ينفعش اللعيبه تتكلم فيها. ما ينفعش يبقى انت حضرتك عضو مجلس اداره ومجرد انك تتسأل سؤال عن التبرعات والمساهمات تقول انا اتبرعت ب 20 مليون جنيه. ده كلام مش منطقي. هشام نصر اتكلم كل القنوات، مش منطقي، والصحف والمواقع، وكان يعني لو حد ما يعرفش كان بيكلمه يقول له انا اتبرعت للزمالك وحليت مشكله مرتبات اللعيبه. في المقابل ياسين منصور كان مع شوبير حصل واتسأل على التبرعات والمساهمات، قال له انا ما اسمح لي ما جاوبش على السؤال ده. وده ياسين منصور. محمد الضماطي كان مع ابراهيم فايق بيقول له اخبار التبرعات والمساهمات، قال له حتى لو ده موجود انا ما ينفعش اتكلم في حاجه زي كده، اتكلم عنه. انتهى الموضوع. انما ما ينفعش ابقى انا عضو مجلس اداره واطلع اقول انا اتبرعت ب 20 مليون جنيه، واطلع اقول صح. ان جاي لنا تبرعات ب 221 مليون جنيه. الاهلي طول عمره كان فيه ميزه، ده من زمن الزمان، ليه محبينه في كل حته في العالم. كان في شخصيات مؤثرة جدا وشخصيات معاها قدرة مادية واللي الأهلي عايزه بحب، وكان ولا حد يعرف ايه اللي اندفع بالظبط، وده الصح. فانت ما تبقاش، يا ريتنا احنا بنتكلم مثلا على ناس صغيره، يعني انا قلت لك اسامي احترامنا ليهم، في ناس يعني كلهم قامات عاليه، الباشمهندس هشام نصر والدكتور حسام مندوب. يعني انت بتتكلم في ناس قويه الصراحه كبيره ولا مركزها الاجتماعي طبعا، زائد ان مركزهم داخل النادي. كلام سليم. فانت انت خليك انت بتتكلم بتخاطب الاجيال الصغيره. لما يطلع الجيل الصغير يقول لك ده احنا عايشين ده في تبرعات، هو في تبرعات هنا وهنا، كلام للكل ان في تبرعات هنا وهنا، كلام مظبوط. بس انا كراجل في النادي الاهلي انا ما بقولش، وما ينفعش اقول حاجه زي كده. صح. لمجرد ان انا بقول، فانا بخلي الطفل اللي بيشجعنا وبيتابعنا هياخد الموضوع بوجهه نظر او بمنطق، وكمان ان احنا عايشين على التبرعات. انا اسف في اللفظ يعني. لا صح، كلام مظبوط. وكلامك ده كمان حاجه عايز اضيفها، موضوع ارض الزمالك تخبط اداري رهيب. الاهلي قوته ان كل مجلس بيسلم التاني حتى لو الافراد مختلفين. يعني كابتن حسن حمدي كان اتعاقد على ارض، كابتن محمود طاهر عمل الفرع، كابتن محمود طاهر مع انه كان فكر تاني وقايمه تانيه، كان بيزنس مان وفكره تاني، وكان طريقته مش عاجبه جيل من يعني او ناس منتميه للاهلي من طريقه تفكير تانيه. لكن بالرغم من كده سلم المجلس للكابتن الخطيب وسلم ارض، والارض اتبنت في عهد الكابتن الخطيب. يجيبوا رؤساء الاهلي كابتن محمود الخطيب، باشمهندس محمود طاهر، كل الصور محطوطه من ايام سعد زغلول وعمر لطفي والناس دي. دلوقتي ده من سر قوه الاهلي ان كلهم محطوطين، وحد عمل حاجه التاني بيكملها. الزمالك مثلا حد اتعاقد مع الارض،
هو موجود هتتبنى الارض. هو طلع من النادي الارض مشكلة. اللي مش هتتبنى بقت مشكله وهيتقدم فيها بلاغات وهيتقدم وكده. تنهم يعني فضلوا على الموضوع ده من 2003 لحد 2025. الدوله كانت مديها الارض للزمالك لان ده نادي كبير وليه اعضاء كتير. لما يبني الارض المنطقه هتتعمر فهيتم احياء المنطقه. صحيح لحد دلوقتي حد يصدق 2025 ولسه ما اتبناش فيها حاجه، والزمالك كمان يروح عشان يحل المشاكل الماديه اللي هي موجوده بسبب غلطات ما حد ظلموا فيها، يتعاقد مع هيئات استثماريه ويبيعها بالسعر السياحي والحاجات ديت، وتيجي في الاخر تعمل له مشكله يوم ويقول لك ده الزمالك مظلوم. هو انا عايز اقول لك بس حتى في موضوع ارض الزمالك ده، هي كانت مشكلتهم ان هم واخدين الارض دي زي ما بيقولوا على دفعات او اقساط. مظبوط. لمين؟ للاوقاف. حصل جاب في اقساط ما اتدفعتش، طبعا دي مشكله ولازم صاحب المشكله ده يتحاسب. يعني ايه الاقساط ما اتدفعتش؟ صح. لكن هقول خبر صار يمكن الناس اللي ما تعرفش، يعني ان اداره الزمالك دفعت تقريبا 17 مليون لوزاره الاوقاف واتكتبت الارض باسم نادي الزمالك. هو في كلام كان طالع كمان من وزير الرياضه، قال حتى لو الارض في المكان ده ما رجعتش للزمالك ممكن يتم تعويضه بارض في مكان تاني. لا هي نفس الارض تم خلاص الكلام ده مؤخرا يعني، فربنا يسهل وهم يشدوا حيلهم ونبدا نبني. انا ببقى سعيد جدا ان يبقى في منافسه.